زواج الفنانة سوسن بدر في سن 61 عام لم تصدق من هو عريسها المشهور الذي يصغرها ب30 عام في صدمة ودهشة للملايين. تعرف على أزواجها السبع، 2 منهم توفي بعد أيام من زواجها نتيجة تناولهم منشطات جنسية، والثالث في حادث سيارة. لم تصدق من. شاهد الفيديو للنهاية لتكتشف كل ما هو جديد. عادة ما يكون للفنانين مشاهد من حياتهم خلف الكواليس وأسرارا خاصة في قصص الزواج. الكثير من النجوم مروا بتجارب زواج لكنها تفشل، وقليلا منها ما يستمر، وتعد أبرزهم على الساحة الفنية في الوقت الحالي الفنانة سوسن بدر. حيث انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر الزيجة الثامنة للفنانة سوسن بدر من رجل أعمال مصري، وتم الزواج في سرية تامة نظرا لوضع كل منهما، خاصة فارق السن بينهما والذي يتجاوز 30 عام، مما يحدث ضجة كبيرة في الوسط الفني لزواجها شاب صغير. لذلك نستعرض في هذا التقرير أسرارا خاصة عن قطة السينما المصرية جمعتها بأزواجها السبع السابقين. يعد أسامة أبو طالب أول قصة حب عاشتها سوسن بدر في حياتها، حيث كان أستاذها بالجامعة ويكبرها ب12 عاما، الذي عشقها من أول نظرة، وكان أول رجل في حياتها لكنه لم يكن الأخير، حيث انتهى زواجهما بعد 5 سنوات، وذلك لاتجاهها إلى التمثيل، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة ياسمين. بعد سنوات من طلاقها تزوجت سوسن بدر من طبيب باطنة معروف، واستمر زواجهما قرابة ال4 سنوات إلى أن انفصلا، لكنها لم تنجب منه أطفال، وكان يصغرها ب15 عام. وقد كانت هذه الزيجة حديث الساعة وقتها، حيث اتهمته بالاستيلاء على أموالها والنصب عليها. بعد انفصالها من زوجها الثاني التقت برجل أعمال شهير مقيم بالخارج في إحدى رحلاتها، ولكن لم تطول العلاقة إلى أن توفى بعد 4 شهور من زواجهما بعد تناوله جرعة زائدة من المنشطات الجنسية، وقد حصلت على ميراثها منها يقدر ب15 مليون جنيه، وقد كانت الصفقة ناجحة ماديا. بعد وفاة زوجها رجل الأعمال التقت بالسيناريست محسن زايد عام 2001 وتزوجها، لكن زواجها أيضا لم يدم طويلا إلى أن وافته المنية بعد أسبوعين من زواجهما إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء وجوده في منزله في الإسكندرية، وذلك بسبب تناوله منشطات جنسية.
تحقق أولى زيجاتها بمن هم أصغر منها، حيث تزوجت من المخرج باسم محفوظ نجل المؤلف محفوظ عبد الرحمن الذي كان يصغرها بعدة أعوام، وكان ذلك الفارق السني السبب في انتهاء علاقتهم بشكل سريع، خاصة بعد اكتشافها خيانته لها وتعدد علاقاته النسائية. كانت تلك الزيجة الأكثر شهرة وجدلا في تلك الفترة، حيث كان متزوج من داليا البحيري في هذا الوقت، حيث تزوجت من حفيد الفنان فريد شوقي وابن المنتجة ناهد شوقي الذي كان يصغرها ب20 عام. واشتهرت قصة حبهما التي بدأت بلقائهما أثناء تصوير أحد أفلامها، لكن لم يستمر الزواج كثيرا نتيجة تعرض زوجها لحادث سيارة أودت بحياته. بالرغم من فشل زيجاتها السابقة بسبب فارق العمر بينهما، إلا أنها تزوجت للمرة الأخيرة سرا من الشاعر سامح العلي الذي كان يصغرها بنحو 10 أعوام، حيث بدأت رحلة زواجهما أثناء عرض إحدى مسرحياتها، وكان يكتب لها إحدى أغاني المسرحية. وانكشفت حقيقة زواجهما خلال إحدى تدوينات سامح على الفيسبوك بإعلان انفصالهما بشكل رسمي. ولدت الفنانة سوسن بدر الملقبة بنفرتيتي السينما المصرية في القاهرة عام 1958 بعد انتهائها من الثانوية العامة. انتسبت لكلية العلوم، ولكن حبها للتمثيل جعلها تترك دراستها وتتجه إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وتتخرج منه عام 1979. خلال دراستها في المعهد شاركت بأدوار صغيرة في مجموعة أعمال هي فيلم رجل اسمه عباس، ولكن شهرتها الحقيقية ومعرفة الجمهور بها جاءت من خلال تقديمها لبطولة الفيلم البريطاني المصري موت أميرة ومشاركة سمير صبري وعبد الله محمود ومحمد توفيق. خلال سنوات الثمانينات قدمت العديد من الأعمال، وهي فيلم حبيبي دائما، مسلسل أبواب المدينة وغيرها. اكتسبت لقب نفرتيتي السينما المصرية بعد ترشيح الفنان والمخرج الكبير شادي عبد السلام لها لأداء دور الملكة نفرتيتي في فيلم إخناتون مأساة البيت الكبير، والذي لم يتم تنفيذه بسبب وفاة شادي عام 1986.